ازاي في 2025 يا صديقي ما بتجيبش فلوس من ورا تصوير الريل؟ اهلا بيك يا صديقي، انا اخوك نادر كابو. مهمتي هنا ان انا ابسط لك اي معلومه في عالم التصوير والايديت او اي معلومه عموما تقدر تدخل لك مصدر دخل كويس. وقبل ما ابدا يا صديقي ما تنساش تعمل السبسكرايب بتاعك الجميل واللايك بتاعك اللذيذ وفعل زر الجرس عشان خاطر اعرف اكمل لك وانزل لك من المحتوى ده، وان شاء الله افيدك يا صديقي. تصوير الريل يا صديقي دلوقتي بقى هو نمبر 1 في التسويق لاي براند موجود. وظهر يا صديقي من 2022 لحد 25، وان شاء الله الخدمه دي شغاله. عشان يا صديقي زمان لما كان بيقول لك تسوق لشغلك كويس كان بيقول لك لسانك، تعرف تكسب العميل بتاعك بلسانك، اذا كنت بياع او صاحب شركه او اي حاجه يا صديقي، وتفر الحاجه عموما. بس دلوقتي بقت انك تجيب العميل بتاعك بقت بطريقه مختلفه خالص. تصوير الشورتس، الريل، الفيديو اللي بالطول اللي انت بتشوفه، زي مثلا ايه اللي عرفك على ترندات بلبن؟ مجرد فيديو ريل شفته. الريل بقى يا صديقي ده عشان انت تشوفه في واحد صوره وواحد منتجه والصفحه نزلت، فاصبح تسويقهم كله متعلق بفكره فيديو بالطول بقدم فيه المنتج بتاعي. وطبعا مش بلبن بس، ده كتير من الناس ابتدت تتجه لفكره ان انا اصور ريل للشغل بتاعي. طب الخدمه دي اصبحت دلوقتي شغلانه يا صديقي، وانا في الفيديو دوت هعرفك ازاي تبتدي فيها وازاي تقدمها خدمه وازاي تكسب منها فلوس كويسه جدا جدا جدا. من زمان يا صديقي بره مصر كان بيقول لك التسويق اهم من الشيء، بمعنى ان انت لو في منتج مش اقوى حاجه بس تسوق له بطريقه صح وتصور له بطريقه صح، فالمنتج ده هيبيع عن الحاجه اللي الكواليتي بتاعها جامد جدا بس ما حدش يعرف عنها حاجه. ويا صديقي ابتدت الناس اللي في مصر هنا تاخد بالها من الحته دي، وابتدينا احنا كمصريين نركز على فكره تصوير الريل. وبقى يا صديقي عشان تتفرج على فيديو بقت تمسك التليفون بالطول، محدش بقى يعوج التليفون يتفرج على فيديو، وهو ده تصوير الريل يا صديقي. خش في الموضوع على طول يا صديقي واقول لك ازاي تبقى شغال انك تصور ريل للناس. تبتدي تاخد خطوه في الموضوع ده، عشان صدقني يا صديقي عن تجربه، مش بكلمك عن حاجه انا ما جربتهاش، انا اوريدي عندي شركه وبقدم الخدمه دي. طب هل يا صديقي الموضوع معقد وصعب اي حد يعمله؟ لا يا صديقي، اي حد يقدر يقدم خدمه الريل، بس بشرط لازم يا صديقي يكون عندك معلومات كويسه وعينك تكون كويسه وتكون متابع السوق وايه اللي ماشي. طب يا صديقي خدت قرار ان انت هتقدم خدمه الريل، تعال اقول لك ازاي بقى تجيب شغلك. بص يا صديقي بكل اختصار كده، الشغل مش عيب وانك تسعى للشغل مش عيب. فرقم واحد يا صديقي هتستخدمها في الموضوع ده ان يكون لسانك كويس، بتعرف تكلم العميل بطريقه كويسه وبتعرف تجيب شغل لنفسك عن طريق لسانك، ده بداياتك في الشغل. طيب قدم الخدمه دي مجانيه لفتره معينه او لعدد فيديو معين. مش عيب يا صديقي خالص انك تنزل مولات او تنزل محلات تقول لهم انا بصور ريل ومحتاج اعمل داتا، هعمل لك 10 فيديوهات فري ولو الشغل عجبك هنكمل سوا. مفيش حد يا صديقي هتقول له ان انا اصور لك 10 فيديوهات فري وهيقول لك لا مش عايز اعمل ده، استحاله يا صديقي. وال10 فيديوهات هيعلموك، هيفهموك، هيخلوا معاك داتا. لو عملت كده لاكتر من 3 4 محلات او 3 4 مولات او وات ايفر، 3 4 ناس مهتمين بتصوير الريل ده، صدقني اكيد هتطلع بداتا وبخبره، وهيكون معاك فيديوهات تعرف بعد كده تماركت، تقول هعمل لك 5 فيديوهات، هعمل لك فيديوهين، هعمل لك فيديو فري بعد كده الناس اللي هتطلبك. طب يا صديقي جمعت شويه داتا حلوين، تاني مرحله اعمل لك صفحه للكلام ده، نزل عليها شغلك ونزل عليها وانت بتصور شغلك، والصفحه تكون منظمه وشكلها حلو، واعمل لك صوره كويسه واعمل لك بروفايل كويس، عشان خاطر لما انا عميل اخش عندك او تدي لعميلك التليفون تقول له ده شغلي، يخش يلاقي الدنيا مرتبه. في مثل يقول لك في الاكل العين بتاكل قبل البطن، ده حقيقه يا صديقي. في ناس مجرد ما تخش تلاقي الدنيا عندك مهندبه وشكلها كويس بتلاقي نفسها على طول تقول لك يلا نشتغل مع بعض. ولو انا ما اعرفكش وشفتك عن طريق السوشيال ميديا وعن تصوير الريل اللي انت برضو هتعمله لنفسك، فهتيجي بخش اكلمك لما الاقي الدنيا عندك مظبوطه وتمام ومفيش اي حاجه وهتقدر اللي انت عندك ده تعمله لي. طيب يا صديقي يبقى كده اول حاجه انك انت هتصور شغل فري، وتاني حاجه يا صديقي انك هتنزل على الصفحه عندك الشغل ده. صدقني حتى لو تعبت والموضوع ملوش حاجه، انت كده كده صديقي قاعد او كده كده هتبقى حاجه جنب شغلك، يعني ما تدقش يعني في البدايات. اشتغل يا صديقي عشان صدقني 3 4 شهور هتلاقي نفسك في حته ثانيه كويس وقبضك محترم جدا وحر يا صديقي. يعني ما حدش بيقول لك رايح فين وجاي منين واتاخرت ليه وشويه الكلام بقى اللي بيوجع الدماغ ده اللي انت اكيد عارفهم او فيهم دلوقتي يعني. طيب في نقطه هتقول لي يا نادر انت عمال تتكلم وانا معيش معدات. لا يا صديقي عامل حسابها وفاهمها لك دلوقتي، انت بس استنى والله. فمبدئيا كده يا صديقي الريل ده احنا بنصوره بالكاميرا ولا بالتليفون؟ مش فارقه يا صديقي. العميل اصلا دلوقتي مش فارق معاه حته كاميرا ولا تليفون، كل اللي العميل عايزه يا صديقي
صديقي فيديو شكله حلو ينزله زي الناس اللي بتنزل. عشان يا صديقي الناس اللي لسه ما صورتش او ما عملتش فكره الريل ده عندها على الصفحه تقعد تشوف فيديوهات لما ليك انت عامل له حاجه زي اللي هو بيشوفها، فمش هتفرق معاه انت صورتها بايه. والله لو بتليفون نوكيا 6612 القديم ده، المهم يا صديقي انك تديله الفيديو بتاعه كده في اللذيذ ينزله ويكون شكله زي الناس اللي موجوده، هيتكيف قوي يا صديقي. فلو هنركز يا صديقي بقى في النقطه دي قوي، فهقول لك المتاح يا صديقي. معاك كاميرا انزل ركب الكاميرا، معاك تليفون ركب التليفون، بس في حاجه ما تجيش برده بتليفون قليل قوي وتصور بيه، عشان خاطر انت اللي هتتعب فكره الايديتنج والاضاءه وات ايفر اللي هيطلع معاك. فالاحسن طبعا انك انت على الاقل لو معكش تليفون كويس شوف اي تليفون تصور بيه، او حاول تتقسط تليفون. المهم يا صديقي على قد ما تقدر انك انت تسهل على نفسك الشغل. لما يكون معاك تليفون برده بكواليتي عالي اكيد هتسهل على نفسك الشغل، واكيد برده هيكون فيه فروقات تريحك انت في شغلك وتطلع الفيديو بتاعك بطريقه مرضيه اكتر. طب يا صديقي لو انت معاك تليفون كويس ومعاك كاميرا كويسه، تختار ايه تنزل تصور بيه الريل بتاعك؟ بكل بساطه يا صديقي الكاميرا ليها عيوب ومميزات، وكذلك الامر التليفون ليه عيوب ومميزات. محدش مرتاح يا صديقي والله، كل حاجه فيها حيره. طيب يا صديقي بالنسبه لو هتصور بالكاميرا، المميزات اللي فيها يا صديقي انك انت الكاميرا معاك هتطلع لك كواليتي اكيد احسن، وتاني حاجه ان العميل هيكون شايف ان انت بتصور له بكاميرا. بالنسبه للعيوب بتاعت الكاميرا ان هي حاجه تقيله، وزنها تقيل، حوار عشان تاخدها معاك تصور بيها ريل. وده غالبا بنصور ريل بالكاميرا لما بيكون الكلاينت طالب ان انا اصور له بالكاميرا، او عايزين نعمل حاجه فيها افكت كتير ونبقى فيه دايناميك رينج واخد حاجات باضاءه غامقه والكلام ده، فبنلجا ان احنا نصور الريل ده بالكاميرا. بالنسبه للتليفون، مميزات التليفون يا صديقي ان هو خفيف معاك تتنقل بيه في اي حته، هو اوريدي تليفونك الشخصي عادي. وعشان كده اصبح تصوير الريل دلوقتي كله بالتليفون يا صديقي، ومعظم الناس اللي هتلاقيها بتصور ريل هتلاقي بتستخدم التليفون بتاعها، اذا كان ليه شخصي او اذا كان بيقدم الخدمه دي وبيصور بيها الناس. بس يا صديقي العيب بتاع التليفون انك البطاريه هتلاقيها بتضايقك شويه، هتبص نفسك الدنيا بتفصل منك، هتبقى ماشي بالشاحن بتاعك، ما بتعرفش تغير عدسات تاخد بيها حاجات فوكس كويسه وحاجات قريبه، فبتحس ان الموضوع ضيق شويه. بس صدقني في السوق دوت الناس مش طالبه منك الكلام ده اصلا. لو لسه بادئ انت ذات نفسك مش هيفرق معاك الدنيا دي، يعني هتطلع فيديو زي اللي موجود في السوشيال ميديا اليومين دول وخلاص يعني. طب يا صديقي اذا كان بقى بالتليفون او بالكاميرا، في نقطه مهمه جدا لازم تعملها، ودي للاسف اجباري مش اختياري يا صديقي. لازم تجيب مايك. السوق مليان مايكات رخيصه، مش شرط تجيب حاجه غاليه، مش شرط تجيب حاجه زي انا بصور بيها دي. في مايكات من بويا عامله في رينج 3000 جنيه 3000 ونص، حاجات كده تبتدي بيها تحطها على الكاميرا او على التليفون تطلع بيها نتيجه كويسه. وللاسف يا صديقي دي حاجه ما ينفعش تعملها كده وتقول بعد كده هبقى اجيب، ان ممكن العميل بتاعك يا صديقي يقول لك انا عايز اخد شوت من بعيد وجاي اتكلم عليك، او وات ايفر الفكره هتبقى عامله ازاي. لو في اي شوت من بعيد والعميل هيتكلم من بعيد، فللاسف الكاميرا مش هتبقى لاقطه صوته كويس، فهنا بنلجا ان احنا نصور بالمايك. مميزات المايك يا صديقي ان العميل لو رجع قرب انت اتحركت يمين شمال، الصوت ليفل واحد بس، ما بيعلاش وما بيوطاش. فمن اهم معداتك يا صديقي انك لازم يكون معاك مايك. طب يا صديقي جينا لنقطه مهمه، امنتج على ايه؟ بص يا صديقي مرحله المونتاج دي مش هتفرق اذا كنت صورت بالكاميرا فلازم تمنتج بريمير اللي هو كمبيوتر، او بالتليفون لازم تمنتج على برامج المونتاج اللي على التليفون. مرحله المونتاج دي تقدر تعملها على ده او ده، وعلى حسب اللي هيريحك، عشان خاطر كل ما هتمنتج كل ما هتكتسب خبره اكتر على برنامج البريمير، وهتفتح نفسك مجال تاني اللي هو مجال المونتاج. طب انهي اسهل يا صديقي؟ اكيد مش محتاجه كلام، اكيد التليفون طبعا. في برامج كتيره قوي وعامل لها فيديو مخصوص للمونتاج. طب دي البرامج اللي هنمنتج عليها. في حاجه تانية مهمه كابو في موضوع المونتاج ده، طبعا العميل عايز يشوف حاجه لنفسه اللي هو بيشوفها للناس. يعني مهم جدا 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 يبقى مونتاجك ملائم ومواكب الجو اللي احنا فيه. يعني لو المونتاج بيقول افكتات فتبقى بتمنتج افكتات، لو المونتاج بيقول ان احنا بنكتب تكست كتير وبنقعد نجيب التكست يمين والتكست شمال، لازم تتعلم تحرك التكست بتاعك. يعني يا صديقي ما ينفعش يكون الدنيا مثلا ضاربه في فكره المونتاج الكتير وانت بتمنتج للعميل اللي معاك حاجه قليله كده في المونتاج، بتقص وتلزق بس، عشان ساعتها هنا العميل هيبقى شايف حاجه وبتعمل له حاجه فهيفكر ان انت ضعيف على طول. مش محتاجه ده يا صديقي فكاكه يعني، فلازم تبقى بتمنتج اللي ماشي كل اختصار يعني. وده صديقي تقدر تعمله وتجربه في الناس اللي انت هتصور ليها فيديوهات فري. ان انت لو معاك عاملين بس صورت لكل واحد 10 فيديوهات، ودول مش هياخدوا معاك جلستين 3، تروح له مره او مرتين يعني، مش قصه يعني يا صديقي، بس هتقعد تمنتج 10 فيديوهات او 20 فيديو تجرب فيهم اللي انت عاوزه. العب بقى، شيل وحط واكتب وبص، افتح يوتيوب وتعامل او اتفرج عليا، الموضوع بسيط. بس صدقني في خلال 3-4 شهور هيبقى معاك مصدر دخل كويس جدا. طب يا صديقي كل اللي فات ده سهل وحاجات تنفع تعملها، مفيش اي حاجه معقده تقريبا في اللي انا قلتها لك.
صدقني لو مفيش فلوس خالص هتقدر تستلف حاجات عبيطه وهتسدها وبزياده، يعني كله كلام فاضي. بقول لك بتليفونك او بكاميرتك اللي هو حاجه عندك اوريدي، مايك هتشتريه برضه، في مايكات كتيره قوي رخيصه، فما افتكرش ان في اي حاجه تخليك تكسل ما تاخدش الخطوه دي من بعد الفيديو ده يا صديقي. انزل اتحرك وروح شوف شغلك، مش شرط تشتغل بايدك يعني، او مش شرط تكون بتصور نفسك فيديوهات بس. انا عامل كونتنت وفي نفس الوقت عندي شركه بتقدم الخدمه دي. ويا صديقي عايز اقول لك ان مش الخدمه دي بس اللي بتجيب فلوس كويسه، في حاجات كتيره قوي تقدر تعملها بدماغك تجيب لك فلوس بطريقه كويسه. وانا يا صديقي اعتبرني اخوك، والايام اللي جايه دي هقف جنبك وهساعدك انك انت تعرف ازاي تجيب فلوس بكل بساطه، مش لازم تحرك جسمك كله. تابعني انت بس يا صديقي وصدقني هبقى واقف جنبك زي اخوك بالظبط، هخليك ازاي تجيب فلوس من كذا شغله جوه المجال ده، لان فعلا في حاجات كتيره قوي جوه مجال التصوير والمونتاج بتجيب فلوس وكويسه جدا. والعميل ما بيفرقش معاه السن، يعني لو سنك صغير تقدر برضه تعمل الموضوع ده. من الاخر كده يا صديقي العميل بيدور على الحاجه بتاعته الفاينل، الحاجه الاخيره اللي انا هتفرج عليها تبقى فعلا كويسه وهتفيدني. سنك بقى كبير سنك صغير مش هتفرق مع العميل، المهم ان ياخد مصلحته اللي هو فيديو ملائم بالجو اللي احنا فيه. باختصار كده يا صديقي خد خطوه واتحرك، وصدقني يا صديقي هتيجي تقول لما اتفرجت على الفيديو بتاع نادر من كام سنه او من سنه او من شهور فعلا الفيديو ده فادني، وساعتها يا صديقي هتعمله منشن. عشان دلوقتي يا صديقي مش هتعمل منشن، انا عارف، ايوه انا شايفك اهو بتقول مش هعمل، انا عارف. بس كده يا صديقي بفكرك انا اخوك نادر كابو، مهمتي ان انا ابسط لك اي معلومه في عالم التصوير والايديت. وتابعنا يا صديقي عشان صدقني هتستفاد. ما تنساش بقى تعمل السبسكرايب بتاعك الجميل واللايك بتاعك اللذيذ، واستنى فيديوهات جديده هتفيدك وتفيد غيرك باذن الله. بس كده يا صديقي، سلام.